ما ينفعش كده. بس يا محمدين بس يا ربنا بيحبك، لولا خالد كنت قطعت. ما هو باين انت في ايه؟ الابد كل شويه يلعب ويخسر ويقول لي عايز فلوسي. يرضيك كده برضه يا خالد؟ انا ما يرضينيش الموضوع من اساسه يا بني ادم، ده محل اكل عيش ما ينفعش بيلعب قمار، يبقى اديله فلوسه. وانت يا اخوانا اللي هيشرب حاجه يشربها واللي مش هيشرب يتوكل على الله. يلا اتفضل. دي الامانه اللي احنا سايبينها لك ولا حصل بقى؟ انا هدخل اغير هدومي، مش عايز ارجع الاقي جنيهات. فلوس يا يا خالد خفت دلوقتي؟ باين صبرك يا واكل ناسك. هتحلو جوه. يا عم انت بتعمل ايه؟ بقول لك ايه يا معلم مريدي، دبرت المبلغ ولا لا؟ ايوه امال جاهز، بس الاول اطمن على العقد. يوم الاثنين الساعه 12. ماشي يلا امشي من هنا. ماشي. قلت هتقعد يومين في الجبل، كملت اسبوع. كان معايا جماعه طلعنا هادي عصفور زي العسل، كان فيهم حته بنت اشكال اسمها باتريتش. ما تريدتش انت يا عارفها؟ راجل انت هتهيس تعرفها منين ده؟ يا ابو نعم. تليفون. الو يا جوفاني. الحمد لله حبيبي ربنا يخليك. دلوقتي هقفل كام نفر؟ طيب ماشي. لا الانبوبتين انا هتصرف فيهم انا. ماشي يا حبيبي. تشاو. ايه يا خالد على فين؟ عندي يوم راجع بكره ان شاء الله. مش لسه راجع؟ مش اكل عيش يا عم عصفور، عينك على القهوه، مش عايز مشاكل. ها انا هعدي على منى واطلع من بره. بقول لك نعم. سلم لي على بتاتاتشو. على مين يا اخويا؟ بتاتاتشو. يلا يا عصفور، عايز فلوس يا عصفور. يا عم انت بقى. انسى عليا النعمه، ما هينفع معاك الا هيس. أميرة. ازيك يا أميرة؟ ازاي؟ ايه مالك في ايه؟ الواد منك فين عشان مستعجل؟ واقف مع البيت الساعة بتاعته. انت يا على طول كده ظلماء، بيعلمها الغطس مش اكل عيشه. غطس برضه. عشان نفسه طويل. وقعت اختي ندى منها. يا ساتر يا رب، ليه يا اخي؟ البت هنا هتطلع عليك. واضح. امينه اشقر. يا ساتر يا رب، هي فين؟ اهي. انت يا استاذ طول ما انت بتشتغل في اوتيل محترم لازم تبقى محترم زيه، مش سايب شغلك وقاعد تقفل صوصك للزباين. ايه الدخله الشديده اللي انت داخلاها دي؟ ومالك سخنه قوي كده؟ انت عانه ولا ايه؟ نزل ايدك. انت مالك؟ يا امينه ما فيهاش حاجه، السوسته كانت معصلجه شويه. انا مفيش صوص تتعصلك معايا. ابقى خلي صوتك تنفعك. هتنفعني وبعدين سايبها لك ومسافر. احسن برضه. انت عايز تجننا يا بني ادم انت؟ هو حد لاقي واحده تحبه في الزمان ده؟ البنت بتحبك. انا عارف، بس انت عارف ان انا دماغي بره مصر. بره مصر جوه مصر مش قضيتنا. معايا جماعه طالعين رايحين نغطس في راس محمد وعايز اسطوانه. انا الاثنين خلوني. حموده يا استاذ. احلى اسطوانه الاستاذ خالد، سيب اللي في ايدك. اهلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيفك؟ الحمد لله. بنتي رباب. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل.
الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ انت يا قمر رد علينا. ما ترد يا اخي، رد يا قمر يا حلو. بس لو بنعرف انجليزي. رد يا حلو يا قمر. ولا يا باشا انت بتعمل ايه؟ بنعاكس يا باشا. معاك بطاقه؟ طاقه؟ ارموها على البوكس. الو. ايه يا نايف؟ مخنوقه يا حبيبي، مخنوقه. امتى جاي؟ طيب قلي من قبل كمان اعرف شو بدي اعمل. اوكي باي. ايه حبيبتي، شو اخبار الجو؟ حبيبتي ليش لا تنزلي غرفة لوحدك؟ أنا قلت هي فرصة لنتقرب من بعض بالرحلة. بقى لنا 20 سنه بعد، رح نقرب هلا ب3 ايام. أنت شو صاير لك؟ يا بابا نحن جايين لننبسط. صباح الخير سيادة الوزير، أمين نور الدين، مسؤولي عن العلاقات العامة بالفندق. أهلا. انا قلت لو حضرتك عاوز حاجه او انسه رباب تحب تقوم بجوله سياحيه انا تحت امرها. يا ريت. بعدين. طيب عن اذنكم. بونجورنو. رباب لازم تفهميني، أنا بعمل هالشيء لإلك. أنا بحارب وبتحارب لأنه هي ضريبة السلطة والمجد والفلوس. مين قال لك انه بدي شيء من هودي كلهم؟ لكن شو بدك؟ بدك نايف؟ الصعلوك اللي أنت اخترتيه؟ يكفي انا اللي اخترته. مثل ما اخترتي فيصل قبله وفشلت علاقتك معه. يا بنتي أنت منك عارفة شو بدك. هيدي نايف مش صعلوك وبس، ونصاب كمان. يمكن بس من حقي اغلط كرمال اتعلم شو الصح. يا بنتي فهميني، ليش لا تغلطي؟ أبوك ياما غلط كتير لحتى تعرف الصح. وهي أنا قدامك عم بقول لك خبرتي بالحياة. اوكي بابا، يعني جربت وغلطت، كرمال هيك عرفت الصح، واللي هو صح من وجهة نظرك. خلص خليني انا كمان جرب. ما في فايدة، بس يكون بعلمك أنا عارف إنه الولد نايف رح يجي وراكي على مصر وإنكم متفقين على الزواج، وإذا حصل الشيء رح تكون نهايته على إيدي. يا بابا أنا مركزي حساس ومرشح إني أكون رئيس وزارة، وكتار بيتمنوا سقوطي، بدهم نقطة ضعف ليضربوني منها، بس لا يمكن اسمح لك إنك تكوني أنت نقطة الضعف، مفهوم؟ ريسبشن معالي الوزير. لا تتركوا الغرفة، وين ما بدها تروح تبقوا معها. ومعاليك؟ ما بدي حدا منهم. عنيدة. كل الشباب هيك. يا بختك اللي في بالي. هو انت بكره ترجع بلدها ومش هتعبره، وبعدين طول ما انت صاحبه عمره ما هينفع. ليه ان شاء الله؟ ما الواد ماشي كويس وزي الفل. بعدين ده هينفع وهينفع. Allora ragazzi, come state? Bene? Voglio vedere la tua mano. انت تعرف تقرا كف انت؟ انت هتنصب علينا.
عليهم؟ ده انا رجلتها كلها مش هركب. سكوزا سيوريتا، سكوزا مومنتو. Oh, tu sei fornata, signorita, molto fornata. Signorita, scusa. Oh là là, oh mamma mia, arriva soldi, arriva molto soldi. Scusa, signorita, oh là là, tu sei molto bella, bella. حد تاني يحب يقرا الكف؟ سكوزا signorita, Paolo Rossi. اسم ميلانو الدوري الايطالي. leggermi la mano. سنيوريتا سوري ما بعرفش اقرا هيروغليفي بس ممكن نروش من ناحيه قلبي ونار قلبي يا ميس على كبر انت. انا مش فايت ده مش كاف دول 5 كفوف. باشا ايطالي؟ لا الباشا مباحث. يلا انزل يلا يلا تنفخ ولا ايه؟ يا باشا احنا شباب زي بعض ما يصحش كده. اخلص يلا وبطل زعيق. يا باشا انا ما اسميش يلا، انا اسمي خالد المصري، ما فيش واحد في شرم كلها ما يعرفنيش. طب خش يا روح امك. ايه ده؟ خالد المصري عندنا؟ معالي محمد بيك ابو زيد. ازيك يا باشا؟ ازيك يا خالد؟ ازي سعادتك يا باشا؟ انت فين يا ابني؟ انت اللي فين يا باشا؟ فين ايام الباربيكيو والسفاري والقعده الحلوه؟ اه والله، اخبارك ايه؟ انا تمام. اسمع بقى يا باشا، محضر لك حته سناره الماني بالكهرباء بتصطاد قبل ما تنزل الميه. بس ما تبقاش غاليه. $15 عليا انا؟ وكتاب اللي واقف عليا ب $15 وعموما الغالي يرخص لك. في ايه يا محمد بيه؟ ده بيضحك على السواح ويقرا لهم الكف، ده واد نصاب. ليه بس يا فندم؟ براحتك يا باشا براحتك، بس الغلط ده مش حلو لان قرايه الكف علم، والله العظيم علم يا محمد بيه. خالد اتكل انت على الله، مش عايزين مشاكل، جو مكهرب اليومين دول. امرك يا فندم. لا مؤاخذة يا باشا، فضلت في ايدك كتير، انا اسف. اي اوامر من شرم، انا خدام سعادتك، تطلع بطاقه، تطلع رخصه، تطلع روحي انا. سلام يا يا خالد. باشا. سلام يا معلم. سلام يا باشا. عاجبك كده؟ لا بس يا ابو حميد، ده واد لذيذ وبيهزر معاك، وبعدين ده صاحبي. صاحبك؟ وانت بتصاحب الاشكال دي؟ مش صاحب انا لوحدي، صاحبنا كلنا من اول المحافظ لحد اصغر عامل بونه في شرم الشيخ. شرم ما يبقى لهاش طعم من غيره. الناس دي انا بشمها من بعيد. شمها؟ اقول لك صاحبي تقول لي بتشمها؟ طب روق بس روق. بسم الله. نبدأ الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السوق العربية المشتركة رقم 293 من أجل مواجهة تحديات العصر والوقوف أمام الكيانات الاقتصادية الكبرى، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، النمور الآسيوية. ولكي نضرب المثل في أن نكون عمليين، نشكر السادة الحضور ونبدأ فوراً الجلسة المغلقة الأولى. وعلى السادة رجال الإعلام ورجال الأمن التفضل بمغادرة القاعة، وشكراً. أهلا بالسادة الوزراء. اجتماعنا هنا هو الاجتماع 293 واحنا بنجتمع اليوم من أجل كل دولة عربية، لا بل من أجل كل أسرة عربية، لا بل من أجل كل شاب وشابة وطفل عربي يحلم بمستقبل مشرق. فلننحي خلافاتنا جانباً من أجل هدف أسمى، ألا وهو السوق العربية المشتركة. هدفنا واحد ومصيرنا واحد. رفعت الجلسة. ايه في ايه؟ راسك. هو انا هحارب؟ هقعد على البحر شويه هتيجوا معايا؟ دي اوامر يا فندم. طب خليكم بعد. يا بختك يا منعم، هتسيب الغلب ده وترحل. انما انت واثق من البت جاكي دي يا منعم؟ أنا واثق من نفسي أكتر من جد، لأني من ساعة ما جيت هنا وأنا حاسس إني ترانزيت. حتى الفلسفة اللي درستها كلها رميتها في البحر مع كل نزلة كنت بنزلها. مرة رميت هيجل، ومرة رميت نيتشه، ومرة أبو العلاء، ناقص حمودة.
يا ابني كرهتنا في عيشتنا، بطل الاحباط اللي انت فيه ده. جرب تبص للي بيحصل حواليك في الدنيا وتعرف ان احنا عايشين في نعمه. انسى انسى. ايه الفريسكا اللي معديه دي؟ يا لهوي. بقول لك يا خلود، ايه؟ انا قبل ما اسافر عايز اسيب لك تنازل عن نصيبي في القهوه. اول ما يجي لك فلوس انت وعصفور تبعتوها لامي في البلد. انا مش ضامن الظروف في امريكا هتكون ايه، وبيني وبينك مش ضامن عصفور. ما تقلقش، ومن غير نصيبك ولا يحزنون امك في عينينا وده منك. فريسكا فريسكا، الاخت من سيدي بشر. كنت بتطلع على كبريت. ولعها ولعها ولعها. علي كهرباء، علي كهرباء. في حاجة حصلت؟ ما في شيء، سوء تفاهم انتهى. طب اتفضلي معايا. انا حاسه انا اعرفك من زمان وان احنا ممكن نبقى اصحاب، دي حاجه تشرفني. بس انا عاوزه اقول لك حاجه، مش عايزاكي تزعلي منهم، دول ناس طيبين قوي، وبالذات ده احسن تور جايد في شرم كلها. الو، ايه نيف؟ مش معقول هون 12 بالليل؟ طيب رح اسال على المحل انا حسب ظروفي. اوكي. الو اذا ما قدرت الذهب. اوكي باي. امينه، انت عمرك حبيتي؟ ياه، ده انا ناوي على شوشتي. يبقى حتفهميني وتساعديني. في ايه؟ بقول لك ايه يا كابو، اخبار الفلوس معاك ايه؟ ما انت عارف اللي بشتغل بيه بيتبعت لابويا في مصر. ايه؟ لعبت قمار وخسرت تاني ولا ايه؟ وانت يا شورت طبعا هتقول لي على فضل كريم عشان السفر. طب ما انت عارف كل حاجه اهو، فلوسي كلها راحت على صباعي. طب خدوها سيره، اما انا محضر لكم حته مفاجاه بقى. خد اقرا. ايه ده؟ بقول لك اقرا جواب من مارجريت. مارجريت سلام مارجريت. انت هتجنني يا ابني؟ الشرم كلها مليانه خواجات، ما لقيتش غير واحده تحبها في لندن. لا شفتها ولا شافتك؟ يا عم هو طايل، ده انت المواطن الوحيد في شرم اللي ما عملتش علاقه مع خواجاي. ده الشعب المرجانيه في المايه ياض عملت معاهم علاقات. يا ساتر. طيب اقرا. بس يخرب بيتك يا عصفور. حلو يا تصدق. دي قمر يالا. انت طلعت معلم يا. طب اقرا بسرعه. واقرا في سر ترجمني. تقرا في سرك ليه يا عم؟ هو جواب من طنط منال ده بتاعي. اسكت اسكت. ايه؟ طب ما تضحكنا معاك يا عم. يا عم ترجم بقى. بص يا سيدي، رسم لك صوره في خيالها بما انك حفيد الفراعنه. يا عره الفراعنه، متخيلك طويل مفتول العضلات. وايه تاني؟ شديد الوسام. هات الجواب. استنى القنبله اللي جايه. بما اني بعت لك صورتي في الجواب ده فمستنيه صورتك في جوابك اللي جاي. كده حلاوه يابا. قلت هات الجواب. انا خارج شويه. ايه رايح فين؟ يعني جاي. ايوه رايح فين يعني؟ لما انا عمري عرفت انا رايح فين. كده بقى محدش ممكن يعرفك، بس ما تخرجيش من الباب الرئيسي، اخرجي من ناحيه البحر وخدي اول تاكسي يقابلك. انت هتخرجي ازاي؟ ما تخافيش عليا انا هتصرف. يلا جود لك. يا باشا رباب هاني مش في السويت. اقلبوا عليها الفندق بسرعه. حاضر يا فندم، يلا بينا.
ايوه يا فندم. لقيتوها؟ لسه مش لاقيينها. بلغوا امن الفندق. حاضر هنبلغهم باوصافها. ترجع لي. امرك يا فندم. يا نسا رباب، يا نسا رباب، يا نسا رباب. انت تاني؟ انت اللي تاني؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وانت مالك انت؟ وبعدين كنت بتعمل ايه جوه؟ كنت بشتري جرايد. دمك خفيف، حد يعوم بالليل؟ يعني هو البحر بيشطب؟ يا نسا رباب. وفي ايه؟ يا نسا رباب. وفي ايه؟ ممكن تقولي اوصل المطعم اللبناني منين؟ اي مواصله من على الشارع تنزلك عند سنافير، هناك تلاقي المطعم اللبناني. ولا اقول لك تعالى وصلني؟ ايه؟ اوصلك؟ عشان خاطري. يلا بسرعة. طب اجيب هدوم. يلا بسرعة، ما في وقت، يلا. ما في وقت. هو ده المطعم اللبناني. من فضلك في حد ساب رسالة باسم رباب هنا؟ هو حضرتك؟ لحظة. ميرسي. العفو. ممكن توديني دهب دلوقتي؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ دهب ايه اللي نروحها في نص الليل؟ البلد مليانه قلق ومرشقه حكومه. بعدين قولي لي بقى، هما الجماعه ايامهم دول كانوا بيجروا وراكي ليه؟ ها؟ انت عامله ولا حاجه؟ مهم هلا، عايزة مكان أبات فيه للصبح من غير ما حد يعرف شخصيتي. اللهم طولك يا روح. طب ركاب يا شخصيتي. السلم. اتفضل. ده ايه ده ان شاء الله؟ خليك جنتلمان، مش انت؟ جنتلمان. اوكي. ما احنا ضيعنا عمرنا عشان تلقت عليكي. يلا. اتفضلي. فين عصفور يا؟ جوه مع منى. لو انا خدمة واخدك في حته ما حدش هيسالك اسمك ايه ولا باسبورك فين. شو في هون؟ اللهم طولك يا روح. في هون 2 اصحابي وهعرفك عليهم دلوقتي حالا. اتفضلي. ده عصفور صاحبي وده منى برضه صاحبي. بونسوار. بونسوار. دي البنت اللي ضربت بسببها. ما تخاف، ما في حدا معي. دي باين عليها ليلة صخر. اقعد يا اقعد. لو سمحت، هنسرق بابا عدت من هنا؟ انا بقول دي حلوه. ايه بقى؟ بعتها لامك عشان ترضعك؟ انت هتجنني يا ابني؟ واحده عايزه من حبيبها صورته يبعت لها صورته عنده 3 سنين؟ طب دي يا ابني دي تأجروا بيها عجل، مش تحبوا بعض. نمرت اهو. حتى انت يا رباب. يعني اقوم اسم نفسي ولا اعمل ايه؟ ما تزعلش، مش قصدي، بس ليه ما تبعتلهاش صورتك دي؟ انت كبير. عشان لو بعت لها الصوره دي تبقى علاقتهم انتهت قبل ما تبتدي. بالظبط. طب انا عايز بصي حط الصوره دي جنب الصوره دي، احكم انت. الجمال الداخلي أهم بكتير من الجمال الخارجي. ما هو المصيبه ان اللي عنده لا داخلي ولا خارجي. بقول لك ايه؟ قول لها ان اختراع التصوير ده ما جالناش خالص. او لا معكش فلوس تصور يا واد واحلف لها. اهو ده قابل يسكن مع احمد مظهر ويوسف فخر الدين. يا معالي الوزير ما تقلقش. كيف بتخرج من دون ما يشوفوها؟ كانوا نايمين؟ سيادتك تلاقيها زهقت راحت تتمشى هنا ولا هنا. انا اعدائي كتار وهي بنتي الوحيده. ما حدا عم يرد.
الو الو، انت مين؟ فين رباب؟ انت مين؟ انا اللي مين يا قليل الادب؟ احترم نفسك يا استاذ. ولك مين انت يا بني ادم؟ عم بقول لك اعطيني بنتي رباب. لك شو ما عم تفهم علي؟ انت ما عم تحكي من تليفونها؟ يا استاذ لو سمحت، حضرتك اللي طالب وده مكان محترم. يخرب بيتك شو غبي. ولك يا حيوان، انت عارف مع مين عم تحكي؟ هيدا تليفون رباب. وين لقيته؟ جوه على السرير. تأكد يا باشا، ساعة زمنه هتكون عند سيادتك. انما انت ما قلتليش انت ليه عايزه تهربي من ابوكي؟ ببساطة مش فاهمين بعض. أنا بحب واحد وهو ما بده إياه. ايوه بس ده مش مبرر علشان تهربي. مش هروب، تحدي. مش بتقول ان ابوك غني؟ يبقى اعز الحبايب ولازم تحبيه. أنا طبعا بحبه، بس في سن معين ما حدش يقدر يملى عليك إرادته. انت بتتكلمي مصري كويس قوي على فكره. أنا درست في مصر، ده غير الأفلام المصرية اللي بشوفها. طب كويس. يلا تصبحوا على خير، انا داخل انام. خدني معاك رباب، قومي ريحي لك ساعتين في اوضتي بقى لغايه الصبح. وأنتوا وين رح تناموا؟ هنترمي في اوضه لفنج عشان انت ترتاحي. مش عارفة أقول لك إيه. ميرسي. احنا عنينا ليكي. يلا يلا. ده انا هبات في القهوه مع الشاش. عايز مني ايه؟ انا ما بحبش اتخانق بالليل على فكره. في ايه؟ في ايه؟ فين الفلوس؟ تعالى انت، تعالى فين الفلوس؟ فين الفلوس؟ جاب اللي ورا. الفلوس؟ فلوس يا محمد ايه؟ فلوس يا محمد ايه؟ هتاخدها لما تشوف حلمة ودنك. سيبه يا هيصه. يلا بينا. يلا رجاله. يا عم وطي صوتك، ايه الصوت ده؟ انت مالك كاوتش عربيه؟ جبت عقد القهوة؟ ايوه يا سيدي، فين الفلوس؟ الفلوس ايه؟ 15,000 جنيه بس اعمل حسابك لو ما ردتهمليش بعد اسبوع القهوة دي هتبقى ملكي. حلال عليا ابن نسوانا. يا عم خلاص هي بنسوانها، هات الفلوس. هات العقد. خد العقد. ايوه يا محمود، انا خلاص جبت الفلوس. بكره هتوصلك مع واحد اسمه فرج في موقف شرم الشيخ. بقول لك ايه، قول لي فهمي بقى وكلمه. انا رهنت القهوه، ممكن تروح من ايدينا. اعمل معروف ما تفضحنيش. يلا وابقى طمني. سلام. خالد، ممكن أطلب منك حاجة؟ من فضلك، مش عايزة أي حد يعرف حاجة عن الليلة اللي قضيتها عندكم. يعني بعد ما تنزلني في دهب تنساني، كأني لا شفتك ولا شفتني. طمني، احنا عيال جدعان. بس ممكن اسالك سؤال ولو انه بايخ شويه؟ اتفضل. انت ليه ما اتجوزتيش نايف ده في بلدكم؟ يعني ايه لازمتها البهدله والشحططه؟ في بلدنا اللي زي أبويا وفي مركزه يقدر يعرف دبة النملة. كله بيتجسس على كله، والناس بتخاف حتى من أقرب قريب. فلنضرب مثالا عن كيفية التكامل الاقتصادي كخطوة أولى وتمهيدية لسوق عربية مشتركة. أنتم يا سيادة الوزير في بلدكم تمتلكون الأيدي العاملة الماهرة، وأنتم يا سيادة الوزير في بلدكم تمتلكون الأراضي الخصبة والوفيرة وكذلك الإمكانيات الكبيرة. فإذا ما تم فقط نحتاج إلى الأيدي العاملة. فإذا ما تم نوع من التوافق واتفاق الرؤى فيما بينكم، لكن والله هناك مشكلة لابد من حلها. مشكلة تعدي دولة شقيقة على جزرنا الشرقية جزيرة أم شلاطين. وشلاطين هذه بتخش في حدودنا في بلادنا وانتوا اللي تعديتوا عليها. هذا والله كذب وافتراء. يا راجل تاريخك. تاريخ ايه؟ انت تعرف ايه في التاريخ؟ عندك التاريخ. أرجوكم يا سادة أرجوكم اوعى الجلسة. هو ده الاوتيل. مش عارفة أقول لك إيه. ولا تقولي اي حاجه. اتفضل. ايه ده؟ تشتميني ولا ايه؟ اديني فرصه بقى اثبت لك الرجوله اللي على حق واكمل جو الجدعانه اللي بجد.
واعتبر التوصيله دي هديه من مواطن شبراوي، يعني رود الفرج، يعني عاصمه جهنم. اسمع السلام على طول السلام عشان الجاليه العربيه. ميرسي. ممكن تيجي معايا ريسبشن؟ طبعا ممكن. لو سمحت هو الاستاذ نايف، هو اسمه نايف ايه؟ نايف حبيبي. استاذ نايف حبيب، اوضه كام؟ 303 حضرتك. شكرا. الاوضه على ايدك اليمين كده. باي. يلا حبيبي بسرعه جهز حالك. بسرعه بسرعه بسرعه. رباب حياتي حبيبتي وينك؟ اشتقت لك. صار زمان ما شفتك. عم فكر فيكي طول الوقت. انا كمان. السلام عليكم. سلام. لو سمحت الاستاذ نايف. والله ما انا موجود. مين بريده؟ لا انا اللي موصل له الانسه رباب ونسيت محفظتها معايا في العربيه فكنت عايز بس اديها لها. ايه اعطيني انا بعطيك. طب ما انا سامع صوتها وانا ممكن اعطيها انا. قصدي امانه اعطيها لها انا. معلش ريح حالك انت وما هو صوتها ايه؟ معلش. طب بعد اذنك اشوفها. ثانيه واحده. اذا بالك ايه؟ عندك لازم لو كان الفندق واقف عم بحكي معك في الذوق انا. خالد انت ازاي تخش علي؟ انا اجيب منين؟ شو اللي جابك هون؟ ما حدا ملي عينك يعني؟ يا مش عايز اسمع صوتك اخرس. الزفت بتاعك اللي انت مرمطينه وراه بيصورك وانت نايمه في حضنه يا هانم. عم بتصورني يا نايف؟ طب ليه؟ انا رباب حبيبتك، تبين كل الناس كرمالك، ليه؟ ليه بدي افهم يعني؟ برافو يا حبيبي. انت اخر واحد كنت متوقع انه يعمل فيا هيك شيء. هات شنطتك ويلا بلاش رغي. جيب شريط. سيبنا نمشي يا عم ابني. بقول لك جيب شريط. عم بقول لك سيبنا نمشي. يلا. انت لازم تفرحي مش تعيطي. وبعدين احمد ربنا انه كشف لك سنايف بتاعك ده قبل ما الطوبه كانت تيجي في المعطوبه وتبقى الفضيحه بجلاجل. كنت هتقولي ايه لابوكي ولا للناس اللي مش عارفه عنك حاجه دي؟ دين الواحد دايما شاف صدمات ولسه ما هيشوف. انسي. ممكن اطلب منك طلب؟ تحت امرك. خش بينا الصحراء شوي. لا بقول لك ايه، هو انت عشان ربنا بعت لك هديه هتمرمطيها معاكي ولا ايه؟ صحرتين اللي ننزلها دلوقتي. بص يا بنت الناس، لحد كده وخلص. اللي جاي ده بيزنس بدل ب $200. هو ده الكلام المظبوط. رايحة على فين؟ طالما فيها كاست لازم ياخد حقه، وبعدين ما تاخذنيش احنا هنبقى في صحراء الامر ما يسلمش. نعطش ابرد تولعي نار اتلسع اصعب عليكي. كبر لي البايسبس والترايسبس. شكلك مش فاهم حاجه من البتاع اللي انت بتشربه ده وهتضيعني.
خش بقى على عضلات الصدر. عايز عضلة صدر زي بتاعت لعيبة الكورة. عارف حسام حسن؟ مين حسام حسن ده؟ حسام حسن بتاع مزارع دينا. عايز عضلة صدر زي بتاعت ابراهيم حسن. هو ابراهيم ولا حسام؟ هي نفس العضلة، مش الاتنين توأم. خش بقى على الوش. ايوه كده، عايز الوش على مقاس الجسم. برافو عليك. كمان ياض. حلو قوي كده. اطبع على 4 صور. هايل يا عبقريين، هايل. بس بلاش حكايه البانجو دي علشان انت متراقب. طب خليها علينا المره دي. كده انت مش متراقب. الخيانة شيء فظيع، بيخليك تكره حتى روحك، زي الإزاز المكسور بالضبط، ضعيف مشروخ ملكش قيمة. الكلام الجامد ده من تحت راس الواد بتاعك اللي اسمه نايف. مش هو بالضبط، الخيانة نفسها. طب ما فكرتيش شويه مع نفسك كده؟ مش يمكن الواد ده مسؤول من حد عايز يضرب ابوكي؟ مش قلت لك كله بخاف من كله. عموما أنا دلوقتي حاسة إني أحسن، نفسي أفضل في الهدوء ده والجمال والسلام ده طول عمري. يا صلاة النبي، طول عمرك؟ يبقى هتقعدي لوحدك، لأن أنا ليا أهل وعندي أصحاب زمانهم قلقانين عليا. اقعدي ارتاحي، خدي. إحنا نشرب شوية الشاي دول وبعدين ننزل، أنت تريحي لك شوية لغاية الصبح وأنا أقعد بقى آخد بالي منك وأحرسك. من إيه؟ من إيه؟ أنت اتجننتي؟ إحنا في الهو يا أما، أنت فاكرة نفسك نايمة في شيراتون؟ انا مستهدف وما بستبعد تكون بنتي مخطوفه. سياده الوزير، كل راجل ناجح ليه اعداء. انا عم بتكلم عن بنتي، انا من امبارح ما بعرف عنها شيء. معلوماتنا ان بنت سيادتك درست في القاهره، يعني ممكن يكون ليها اصحاب واتاخرت عندهم. اسمع، انا اذا بنتي ما رجعت الليله راح اعتبرها مخطوفه وراح اعتبر الشيء تقصير امني. اسمح لي سياده الوزير عشان عندي شغل. اتفضل. باذنك. احمد باشا، هو سياده الوزير زعلان من ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصك. لكن سيادتك متوتر جدا. انا حر يا اخي. ايه الناس دي؟ انت عبيط يالا؟ تبعت لها صوره مش بتاعتك؟ طب افرض جت، هتقول لها ايه؟ هقول لها شكلي كان كده في شم النسيم. طيب قول لها اتفضلي يا محمد ابو سويلم. جايز الست تزعل. عاوزاك. اوكي. ايوه يا امينه. انت قدمت استقالتك؟ ايوه يا امينه. يعني مسافر فعلا؟ ايوه يا امينه، مخنوق يا امينه. يا ابني البلد دي احسن من غيرها. ما احنا لازم نروح غيرها عشان نعرف انها احسن منها، صح ولا لا؟ طبعا. مسافر امتى؟ يعني بكره او بعده بكتير. وبعدين في 3-4 ايام في مصر كده ولا حاجه. هتوحشينا يا امينه. انت كمان. امال خالد فين؟ سافر مع بنت رباب اللي اتخانقنا بسببها دي دهب ولسه ما رجعش. يا خبر اسود، دول فاكرينها اتخطفت. ايه؟ الدنيا مقلوبه. لما يجي خالد قولوا له ان هو يكلمني ضروري جدا، ده الموضوع فيه مباحث وامن دوله. سلام. خبر اسود، يخرب بيتك خالد ولا عصفور. شفت؟ يا نهارك اسود، ايه اللي انت حبيبتيه ده؟ أنا آسفة، حبيت أسمع ريكي مارتن، قلت أسمعه بعيد علشان مفهوم. الله يخرب بيت عيلة مارتن من اولها لاخرها. انزلي انزلي. I'm sorry. اعمل ايه الستوري بتاعتك دي؟ حتى بتسوى غرز زرجن. بيخلي السمارتن بقى بتاعك ده يجي يطلعها، واحنا لو بنعمل له كده ها؟ تفرحها انت. الموضوع كبير يا محمد بيه ويمس سمعة مصر. ما قلتش انه بسيط.
بس تهويل الامور ممكن يجيب نتائج عكسيه. مين اللي بيهول؟ انا بتكلم في العموم. احنا في بلد سياحي، اي اشاعه تطلع ان في واحده اتخطفت ممكن تعمل تاثير سلبي، عشان كده لازم نتصرف بحرص وهدوء. ومحدش قال غير كده. الو. ايوه يا فندم. امر سيادتك يا باشا. حاضر يا فندم. الصبح يكون عند سيادتك خبر. حاضر يا فندم. حاضر. سيادة الوزير مهتم شخصيا بالموضوع. خايفين من فشل المؤتمر سياسيا لو اتسرب الخبر للصحافة. اللي يعيش في الزحمة والدوشة بيدور دايما على الهدوء، فما بالك بقى اللي اتولد وعاش في الحرب والدمار وحاسس انه مش قادر يتحرك. علشان كده بحب السما والصحراء والبحر. أنا بردانة، هخش أغير هدومي. انما ما قلتليش يعني انت ليه قافله مع ابوك القفله السوداء دي؟ أبويا حكاية كبيرة، شغله ومنصبه أهم حاجة عنده. ده انت اللي حكايه كبيره. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت مش خايفه؟ من إيه؟ يعني قاعده لوحدك في الجبل مع واحد، جو شاعري والشيطان صايع. اللي يقف جنب واحدة ما يعرفهاش ويعمل معاها اللي أنت عملته معايا مش ممكن يطلع ندل، ولا إيه رأيك؟ مش ممكن نطلع ندل طبعا، يعني ايه اللي هيخلي؟ انت بتحرجيني ولا ايه؟ عدى علينا كتير قبل كده، ما تقلقيش، ما تخافيش. أنت رايح فين؟ ما تخافيش، هجيب حاجه من الخيمه، ما تخافيش. شايفه حاجه؟ أهو. ماشي، سمع الطلقه ماشي، ويا ريته ما مشي. ديب 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 كمان، وكبير قوي وحلو قوي. ايه ده؟ دي سلعوه دي ولا ايه؟ هي سلعوه تصدقي؟ شو يعني سلعوة؟ ده حيوان احنا بنربيه، بيكبر بياكلنا احنا برضه. إحنا ما عندنا سلعوة. ما عندكم سلعوه، نبعت لكم سلعوه، يا شغلانه يعني. أنا خايفة. اوعي تقولي كده تسوقي سمعتي، ده انت مع خالد. ايه خايفه وبتاع؟ لا. انا بقول تخشي تنامي وتقفلي عليك الخيمه عشان هي شكلها ليله ادغال. خشي خشي، الله يرضى عليكي، خشي. سلعوه سلعوه على حق. خلي الصورة دي معاك. لو ظهرت قدامك اديني تليفون. يلا. هم كانوا بيسألوا عليك يا جماعة. بيسألوا عليك. ممكن أشوف؟ ايوه يا محمود. لسه يعني ايه؟ طب اخوك فهمي بعت فلوس؟ ده برضه اللي اتفقنا عليه؟ خدك احمر وشعرك اصفر، جود فيري جود. انت بتعمل ايه يا معلم قريب؟ ايه بطمن على مالك. انت هتعمل لي فيها صاحب سلسله مطاعم، مالك ايه؟ مش لسه 5 ايام على ميعادنا يا حبيبي؟ ايوه. طب يلا على بره يا اخويا. ايه؟ يلا يا اخويا. منورين. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا. هات لي شاي ميزه يالا. فين فلوس يا؟ ما فيش فلوس. طب يلا على بره انت كمان. القهوه على قفا من يشيل. يلا يا شايكو ده فيه نشاره. احنا اللي حاطينها. يلا يا اخويا. وانت شغال ايه هنا في القهوه؟ عازف قرب. محمدين ده لو جاي القهوه تاني تكسر له رجل. حاضر. ما تتكسفش من حد. حاضر. انا رايح الشقه وراجع. حاضر. مش كل حاجه حاضر. اللي يشوف البنت اللي في الصورة دي لازم يبلغني على طول. حاضر. بنت فصل ملح ودب. أكيد اتخطفت. مش على طول كده نقول إنها اتخطفت يا أبو حميد.
بنت غايبه ما بقالهاش 48 ساعه. يا محمد احساس الامن بيقول ان البنت دي مخطوفه. احساسك الامني؟ ما هو احساسك الامني ده جابك من القاهره لحد شرم الشيخ. يا بيه يا بيه، ايه يالا؟ انا عارف مين ورا كل المصايب اللي بتحصل هنا. مين يالا؟ عصفور يا بيه. عصفور صاحب خالد المصري؟ ايوه يا بيه. مش عرفك؟ ده واد شراني وممكن يعمل اي حاجه يا بيه. امشي يالا، امشي بدل ما احبسك. حاضر يا سعاده البيه. خالد المصري، خليك قاعد معانا، البلد ده احسن من غيرها. طيب مش هتاخد معاك شبكه الغسيل ده؟ هتوحشني يا استاذ. وانت كمان هتوحشني يا حموده، هتوحشني قوي. عصفور خد بالك منه. انا لسه بدري يا استاذ، لسه بدري على الاتوبيس. بقول لك ايه، انا مش فاضيلك، انا لسه هقابل جاكي علشان اعرف اقابلها في مصر ازاي. يا استاذ خلي بالك من صباعك. طيب وامين مش واجب تعدي عليها؟ أمينة بنت حلال وطيبة وجدعة، وأنا مش عايز أبهدلها معايا. يبقى سلمني عليها وابقى طمني على خالد أول ما يوصل بالسلامة. ها؟ السلام عليكم. مع السلامة يا استاذ. ايه الحلاوه دي؟ مين دول؟ فين خالد؟ خالد مسافر يا فندم. طب هاتوهم. طب يا فندم بلاش ده. بقول هاتوهم كلهم. يا عم هاتوا معانا. بتتنكر ليه يالا؟ اطلع يا باشا، انا كان شكلي كده بس اتكهربت السنه اللي فاتت. يا فندم عصفور ليه واحده صاحبته في لندن وبيراسلها دايما وبعت لها الصوره دي على سبيل الهزار يعني. طيب خالد في سفاري مع مين؟ يا باشا خالد كل يوم في سفاري مع اي حد في كل حته. يا فندم انا عندي اتوبيس ورايا سفر. لا يا حبيبي انسى خالص حكايه السفر دي لغايه ما نعرف انتوا مين وحكايتكم ايه. بقول لك ايه يا باشا، لو كبرت الصوره دي 30 في 25 تتكلف كام؟ صباعي. ممكن تسيبي اللي بتسمعيه ده وتيجي تساعديني؟ شو بدك ساعدك؟ بدي تخلي عندك شوية دم وتحسي بالوكسة اللي احنا فيها. اركبي، ارفع العربية وانت اطلعي، يلا. أعد لغاية 3 تدوري، ارفع تطلعي على طول. يلا. مش لاقيه المفتاح. عندك في الكونتاكت. مش موجود. مش موجود ازاي بس؟ ما هو ايه ده؟ طب نشوف تحت رجلك. طيب المفتاح كان هنا، راح فين؟ شو بدي اعمل لك اذا انت ما بتعرف بدك تحط اغراضك؟ شو بدك على مين؟ خليني اصغرت على الوكسه اللي انا فيها. اشوف الخيمه. I love your eyes. It's full of mysteries, the same as a desert. I can leave everything and stay just to stay beside you. No. تسيب أمريكا ده إيه؟ Stay there. I will come to you. I can't live without you. I love you, Jackie. I'll meet you maybe in Cairo, in the States. I don't know. But I need you. I love you. I love you, Jackie. Bye, madam. Bye, bye, Jackie. Bye. روحي يا اخت امك بتدور عليكي. امي ماتت. طبعا عمال تحب وتشرب لي في عصاير. ما انت لو كنت خدت قلم من اللي انا خدتهم على قفايا ما كنتش عملت كده. انت كمان ليك نفس تحب، مش كفايه بهدلك لاقسام؟ قولي له ده لولا محمد بقى ابو زيد الله يستره ما كناش خرجنا خالص. بقول لكم ايه، انا مش ناقصكم انتوا الاثنين، كفايه القرف اللي انا فيه، لا مني اشتغلت ولا مني سافرت. انا شكلي هشتغل معاك في القهوه. قهوه ايه؟ لعلمك انا ممكن احب زيك. وايه اللي منعك؟ بطاقتي ضايعه. بقول لك احنا مش هنهزر، انت تقول لي بتضيع ولا انا بهزر انا كمان. راجل اسكت بقى. لا على المشكله بتكبر. ضروري دلوقتي ندور على خالد
رباب. الله يخرب بيت خالد على رباب. بأيام البرد أيام الشتاء والرصيف في حيرة والشارع غريب. ودرجة الحرارة 50. هنموت هنا إن شاء الله. أنت ليه مش حاسة بالمصيبة اللي إحنا فيها؟ عندك حق. ما أنت تلاقيكي مولودة في بقك معلقة دهب. أنت أنا ياما مولود في أوضة واحدة. أب وأم وإخوات بصرف عليهم. هايل. هو إيه اللي هايل؟ إيه اللي هايل بس أنت عايزة تلقطيني؟ أنت ليه بجد مش حاسة باللي إحنا فيه؟ عشان أنا ما أتمناش أكتر من اللي إحنا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. مش قادر أفهمك. ما هو ده اللي مزعلني. يا بنت الناس اللي بيحصل لنا ده شغلتي، أكل عيشي، أنا متعود على الشقة والمرمطة، لكن أنت هتتبهدلي معايا. بعدين الحياة لسه قدامك، إذا كان على نايف بكرة تقابل نسيكي نايف واللي جابه نايف. يا رب. عايز المفتاح؟ هو فين بس المفتاح؟ مع إنك ذكي بس في حاجات كتير ما تفهمهاش على طول. ده المفتاح؟ يعني كان معاكي يا بنت. طيب بما ان العربيه اتدمرت بقى، لا نافع فيها مفتاح ولا غير مفتاح، سؤال، ليكي نفس تمشي؟ قد ايه؟ يعني ساعة، ساعتين، ربما 3، إذ لم تكن 4، لعلها 5. ده كبريت امريكاني سريع الاشتعال، لو واحد ولع عود التاني يطفيه. لازم ننسى اللي فات ونبدأ من جديد وننسى كل الخلافات. مشان نبدا من جديد يجب تنظيف الجرح القديم. كل الدول هاون صغرت او كبرت متساويه في الحقوق والواجبات. لا، الدول الكبرى ليها كلمتها لأن عليها مسؤوليات. هل نحن في بحر فيه السمك الكبير يأكل السمك الصغير؟ من الذي يتكلم عن الأكل؟ هذا الكلام تقوله في مطعم. أتريدون فرض زعامتكم علينا قهرا؟ أنتم الذين تطاولتم علينا. أنتم السمك الكبير. وأنتم السمك الكبير. أنتم السمك الكبير. أنتم السمك الكبير. أنتم السمك الكبير. أنتم السمك الكبير. ايه اخر تطورات الموقف سياده الوزير؟ هو في الحقيقه ما زلنا ندرس ونتباحث في امور التكامل الاقتصادي العربي. هل تستطيعون سيادة الوزير متابعة جلسات المؤتمر في ظل اختفاء ابنتكم؟ ومين قال لك انها مختفية؟ شرم كلها عارفة الموضوع ده، مش دي صورتها؟ هل تعتقد ان الارهاب له علاقه بهذا الموضوع؟ هل هناك تهديدات يا سياده الوزير؟ ماذا عن اجراءات الامن؟ هناك تقصير من اجهزه الامن وانا احملهم مسؤوليه اختفاء بنتي. سيادة الوزير لحظة سيادة الوزير. اختفاء ابنة وزير يعرقل مؤتمر السوق العربية المشتركة. اختفاء رباب ابنة الوزير والمليونير عبود العيسى. اختطاف ابنة الوزير ضربة من العدو من أجل إجهاض الحلم العربي المشترك. أنباء عن تهديدات سابقة لعملية الاختطاف. عملتوا لي هنا غرفة عمليات؟ كله تمام يا فندم. كويس قوي. في طبعا خط اتصال مباشر مع القاهرة. طبعا يا فندم. وهو كذلك. محمد ابو زيد، انا عايزك تعمل تحريات عن فترة تواجد البنت دي في مصر اثناء الدراسة. لا. ايوه معالي الوزير، انا دلوقتي في غرفة العمليات. ايوه يا حاجة. مصاريف ايه ومدارس ايه دلوقتي؟ واحنا مش دافعين المصاريف دي من قيمة شهرين؟ طب يا حاجة، طيب يا حاجة مش وقت وعندي اجتماع مهم. هتصرف. هو احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن تحريات عن رباب يا فندم. ايوه، من مباحث قصر النيل اللي جامعتها كانت تابعه، وبالتنسيق مع شؤون الاجانب في مصر. دي يا فندم كشوف اسماء المغادرين من شرم واسمها مش موجود فيهم. احتمال يكونوا مختطفين طلعوها بجواز سفر تاني واسم تاني غير اسمها. واحتمال اللي خاطفينها حابسينها في شرم نفسها. سياده اللواء احنا ليه بنجزم انها مخطوفه؟ لان ده الاحتمال الاكبر ولازم نبقى حاطينه في اعتبارنا يا سي محمد. يا فندم بنت زي دي ايه اللي يخليها تغافل الحرس وتهرب؟ مش جايز عندها مشاكل مع ابوها؟ وليه ما تكونش اتخطفت من اوضتها؟ عموما احنا باعتين نجيب عنها معلومات من بلدها. وليه ما تكونش عمليه لضرب السياح؟ هي السياحه ناقصاكوا؟ والله ما انتم فاهمين حاجه. اتفضلوا اتفضلوا. ايوه يا معالي الوزير. في ايه يا حاج؟ هتشوفي هنا جو عمرك ما شفتيه. اهلا
اهلا خالد. شيخ العرب، ازي حالك؟ ازيك يا سالم؟ كويس انت؟ انا كويس الحمد لله. بقول لك ايه؟ ايوه عربيتي غرزه عند الصخره. العربيه بنجيبها منك دعوه. الله يسترها معاك. نعم. نمره 2 بقى. ايوه شايف العروسه الاموره دي؟ ايوه عايزها تبص في المرايه ما تعرفش نفسها. مالك دعوه به، نوديها عند البنات تلبس بس نجيب لك ثاني ولا نخليها؟ يا راجل يا خلبوس. يلا رباب. يلا يا رباب. يلا يا مرحبا عند الرجال. لو سمحت. نعم. لحظة. اتفضل. شفت الصورة دي قبل كده؟ الصورة دي افتكر اني شفتها قبل كده. كانت هنا مع خالد المصري. اهلا. الو. احمد بيع ليوه. انا طارق ابو النور الصحفي. ازيك يا باشا؟ انا عرفت لك رباب مع مين. الو. ايوه انا طالب جده. ايوه فهمي. فين الفلوس اللي قلت هتبعتها؟ يعني ايه هستنى للصيف عشان تبعت لي فلوس؟ يا عم انا اتصرفت في موضوع القهوه ده على اساس ان انت هتبعت فلوس يا فهمي. انا ممكن اروح في 60 داهيه. انا واقع في ورطه. ارجوك يا فهمي ابعت لي فلوس عشان خاطري. الو. الو. كيف الحال؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ اخلع. فين الحريم؟ بكره جايين. اشوفهم بعينيا. يا عم يعني بكره جه؟ لا. امشي طيب. طيب. 60 زائد 50 يبقى 300. ايه الحسابات الملخبطه دي؟ ده شغل ده؟ ايوه ما انت فضيت لي بقى. اسمع يالا، القهوه صحيح باسمك لكن احنا شركاء، تفتكرنا عبط ولا حاجه؟ يا عم بالراحه علينا، في ايه؟ فينك يا جاكي كنت مريحانا منه؟ راجل اتنين على عيني. ارموا رقبتي في البق. ايه يا باشا؟ طب نفهم طيب. عملت ايه يالا؟ انا عارف. في ايه يا باشا؟ طب نفهم طيب. والنبي يا جماعه الاستاذ. امشي يالا. ربنا يخليك يا استاذ. اركب والنبي. يا ده امشي. يا عم احنا رايحين نركب حصانه. ركبوا الواد ده معاكم. اي صباعي. يعني مش عايز تتكلم ياض منك له؟ قول له ما يضربش عشان الضرب ممنوع في المدارس. يا فندم نتكلم نقول يا فندم احنا ما نعرفش حاجه خالص. خطفتوها ليه ومين اللي دفع لكم؟ دفع لنا؟ هي دي مناظر يا فندم ندفع لها. ايه اللي بتعملوه ده؟ بس يا ابني انت اهو. نعم. ادي الاستاذ خالد صاحبك اللي شبه الشمس والصحراء طلع ارهابي. ارهابي؟ والله ما قال لي. يا ابني اسكت انت. يا احمد ليه؟ بالراحه شويه. العيال ده انا عارفها كويس، ده عيال غلابه وعايزين ياكلوا عيش. انهي راحه؟ دي جماعه ارهابيه والموضوع واضح زي الشمس. انا كان قلبي حاسس ومش مرتاح للواد خالد ده من الاول. وصوره سيرامبو ده تيجي ازاي؟ يا محمد بيه كنت كلمت الباشا وقلت الصوره لو كبرتها 30 في 25 تكلف كام؟ صباع الاستاذ.
عاجبك ها؟ انت عارفه ان هو دلوقتي اخر انبساط؟ ليه؟ عشان حر. مفيش على ظهره سرج مزهقه ولا في بقه الجام مأيده. نفسي ابقى زيه. في ايدك تبقى زيه. ازاي؟ معاكوا لغايه ما تنطقوا. احمد بيه اللي بتعمله ده ضد القانون. ولما البلد تولع يبقى هو ده القانون؟ دول عيال ارهابيين وانا بحملك مسؤوليه هروب خالد. انا متاكد ان خالد ما عملش حاجه غلط. يبقى قول الكلام ده لرئيسك عشان انت مطلوب للتحقيق. تحقيق؟ ماشي، هاتهم بقى وحصلني على المكتب. هي دي كل الحكايه يا بهوات. خالد وسافر دهب، ودي حكايه صوره عصفور كلها ظرف هزار يا باشا. انت قاد منك لو فاكرين عيال بنلعب معاكم في الحاره ولا ايه؟ بلاش انت يا باشا عشان لما بتزعل زعلك بيبقى مش لطيف. على مهلك شويه يا احمد بيه عشان نقدر نفهم. على مهلي ايه يا محمد بيه؟ انت يخش مخك الكلام ده؟ طب اذا كان راح يوصلها دهب بسلامته ما رجعش ليه؟ جايز حصل له حاجه. وصوره لافندي ده برضه مصدقها؟ محدش رد عليا يا باشوات. لو كبرت الصوره 30 في 25 تتكلف كام؟ عملت الصوره دي فين يا عصفور؟ انت يا انا قطع بكارينو قطع بكارينو.
عملتها يا عصفور، عملتها. عبقرينو حبيبي، عشرة عمر. انت عبقرينو؟ ايوه بيه، هو بشحمه ولحمه. اخرس انت. اوكي. انت عبقرينو يا ابني. مالك يا ابني؟ ايه؟ تعرف الجدع ده؟ يا لهوي، بيقول ما يعرف ايه. عبقرينو فقد الذاكره. اخرس انت. اوكي. بص يا ابني، الموضوع كبير. انت تعرف الواد ده ولا ما تعرفوش؟ ايه يا عبقرينو؟ ده عصفور، عصفور اللي طلعت له الصوره بعد عمليه التجميل. ها؟ تجميل؟ قدامي. والله العظيم الواد عبقرينو ده بيشرب بانجو يا باشا. مش قضيتي. بيصحى بيشرب بانجو. امشي. اوكي، اشرب براحتك يا عم، اشرب براحتك. يا سعد. اكتب عندك: وقد اعترف المدعو عطية علواني وشهرته عصفور الشرط بمعاونة صديقي منعم رضوان الفولي. انت وجنون؟ وجنون يا عم، اقعد بألوانك دي. وشهرته فانيلا الفيلسوف وخالد محمود المصري، وشهرته خالد كابو باختطاف رباب العيسى من أجل المطالبة بفدية مالية محترمة. هل لديك شركاء آخرين؟ نعم لدينا. نعم لما ترفضك، لدينا ده ايه؟ ما تلزقش فيا كده يا فندم، ده بيعترف تحت ضغط. اسكت انت. كمل يا عصفور. حاضر. كمل يا حبيبي. حاضر. هقول لك على الراس الكبيرة، هقول لك على زعيم التنظيم. عملية سليمة 100%. هتقوم. شرفت يا عسل. عصفور، احنا هنهزر مع الحكومة يا عصفور. ايوه هنهزر مع الحكومة يا محمدين. فلوسك هرجعها لك كلها. طيب هات 5 دلوقتي. الله يخرب بيتك، هتودينا في 60 داهية. المختطفون وميولهم السياسية. جماعة الإرهاب من أجل الإرهاب تعلن مسؤوليتها عن الحادث. الاختطاف رباب العيسى له علاقة بعمليات الجيش الأحمر في أيرلندا. هذا وقد تناولت وكالات الأنباء العالمية اختطاف ابنة الوزير باهتمام بالغ. كان عمري 7 سنين. قوم لأمي وقالوا لها جوزك بيخونك مع واحدة في مكتبه. نزلت تجري زي المجنونة. كانت الحرب مالية الشوارع. رصاصة عيشة صابتها. ماتت أمي. من يومها عمري ما حسيت بحب ولا بحنان حقيقي غير لما شفتك يا خالد. انت مشكلة. وعدت سيبك، ده كلام انا ما صدقت لقيتك. السادة الوزراء، أبدأ الجلسة بالنيابة عنكم جميعا بإظهار تعاطفنا مع السيد عبود العيسى.
سيد عبود، الله يرجعها لك بالسلامة بإذن الله. شكرا سيادة الوزير. هذه مسؤولية الأمن ولابد من حساب المخطئين. مشكلتنا في العالم العربي يا إخوان هي الإرهاب. هذه مش بدك لوحدك، بد الأمة العربية كلها. بيسلم تمك. السادة الوزراء، لنبدأ جلسة اليوم. أمرني يا باشا. يا باشا وهو هيعمل ايه اكتر من اللي احنا بنعمله؟ يا معالي الوزير اللي تشوفه. حاضر، هبعتهم له السويد. حاضر، مع السلامة يا فندم. هبعتهم له السويد. قال يعني هو اللي هيحلها. إذا أنتم ما بدكم مصاري ليش خطفتوها؟ شو هي أغراضكم السياسية؟ يا سيادة الوزير، سعادتك عارف كويس قوي إن ما حدش خطف رباب. ده كان انتوا مين؟ احنا شباب غلابه، بس الجبان ده من خوفه اعترف على حاجات احنا ما قلناهاش. والعلم سعادتك بقى، رباب راحت تقابل حبيبها وبمحض ارادتها. انت كذاب. سعادتك عارف اني مش كذاب، وعارف انها عملت كده بسبب ضغطك عليها وتحكمك فيها. اخرس. اخرس ايه؟ سعادتك فاهم ايه؟ انتوا بس اللي صح واحنا اللي غلط؟ فاكريننا جيل تافه؟ لا يا فندم، نيوتن اكتشف قانون الجاذبيه الارضيه وهو عنده 19 سنه. ايه ده يا عم زويل؟ اخرس خالص. وموتسارت بهر العالم كله ومات وهو عنده 32 سنه. انت رح تعطيني درس يا ولد؟ انا غلطان اللي اتكلمت مع ارهابيين مثلكم. طب بعد اذن معاليك سياده الوزير. قوموا. انا عايز اسالك سؤال، حضرتك الاستاذ وائل كفوري؟ امشي انا. ولا لها سوابق ولا لها في السياسة. يعني موضوع الاختطاف ده مشكوك فيه من أساسه. ده إلى أيوة يا فندم. أيوة يا حاجة. نعم. مصاريف إيه؟ ده أنا سايب لكم فلوس تكفيكوا يجي شهر. طب يا حاجة بعدين مش فاضي دلوقتي. احنا كنا بنقول ايه؟ يا فندم لو ده مش اختطاف هنبرر موقفنا ازاي قصاد الاعلام؟ دي مشكله. المشكلة الأكبر إن احنا نخالف القانون ونحبس شباب بريء ما عملش أي حاجة. افرجوا عنهم وراقبوهم. أما بالنسبة للإعلام فما حدش يدي أي خبر أو أي معلومة لغاية ما نوصل لمكانه. مفهوم؟ اتفضل. بالمناسبة يا أحمد، أنت متحول للتحقيق. ألو، في إيه يا حاجة؟ طب ما تستنى ما نعرف خالد فين وعامل ايه. مش تطمن على صاحبك يا اخي؟ صاحبي ده ايه؟ هو حاسس بحاجه؟ ده ما عندوش دم. سيبيه يسافر قبل ما يمسكوه تاني. يخرب بيتك، ايه اللي جابك ياض؟ فين يا ولد؟ طالع غيابك ليه؟ بقول لك ايه يا ارحمك يا فلوسي يا القهوه فلوسي. ايه يا جماعه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ في ايه يا معلم؟ في ان الباشا رهن القهوه ولهف مني 15000 جنيه ولحد دلوقتي لا اداني الفلوس ولا سلمني القهوه ولا نعرف له طريق جره. قهوه ايه اللي رهانه؟ القهوه دي مش بتاعته. يا العقد اللي باسمها وريني. ايوه العقد اصلي، بس في عقد تاني باسم فلوس يا ولا. انا هوريك. اهدى يا فلوس يا قهوه. طيب وانا هحل لك المشكله دي. اهدى يا معلم. بقول لك ايه، لو فاكر نفسك عصفور انا نسر. هاخد دش بس بسرعه واجيك لك. ايه تعالى هنا اهو. انا بس عايز اقول لك حاجه. تقول ايه؟ اسمعني بس يا منعم، والله العظيم كنت هقول لك. انت لو سمعتني اسمع ايه؟ بص يا منعم، انت طيب وانا طيب، اشمعنى انت؟ انا كان عندي ظروف. ما كلنا عندنا ظروف، بس الفرق اللي بيننا وبينك ان احنا جدعان وانت ند. اهدى يا منعم بس واسمعوا. اسمع ايه؟ انا كنت فاكر ان انا مسافر وساب ورايا اصحاب جدعان هيراعوني ويراعوا غربتي. واحد سابنا واتبهدلنا واتضربنا واتقال علينا ارهابيين، والتاني باعني وانا لسه في مصر يا امينه. اهدى بس يا منعم. اهدى ايه؟ ولا اسمع، انا مش عايز منك حاجه ولا من خالد ولا من البلد كلها. استنى، احنا بس لازم ندور على خالد. انت ما تعرفش ممكن يعملوا فيه ايه. يعملوه بلا خالد بلا زفت ويكون في علمك انا مسافر ومسافر دلوقتي كمان. انا شخصيا هروح لخالد ومش عايزاك تيجي معايا عشان ما تقولش اني بحبك، ولا عشان مش عايزاك تسافر. لما نلحق خالد يبقى سافر. منعم، خليني دايما افتكرك منعم الشعب اللي ما قالش يلا نفسي وساب صاحبه في وقت محنته. هاي منعم، مش هتسافر؟
بص يا باشا، انا هدلك على طريق خالد، وهو فين دلوقتي؟ بس وعدني ان مفيش حد هيعمل فيه حاجه. لو كانت بنتي سليمه انا بوعدك بسلامته هو كمان. يا سياده العقيد، الواد خالد دوت مفيش زيه صدقني. ما هو عقيد يا عم ما هو مش مركب اي حاجه هنا عشان اعرف. الا اخبار الاخضر ايه يا باشا؟ اخضر؟ شو هذا الاخضر؟ الاخضر الحاجات، الكاشات، عايز افلق من هنا انا في الدولارات. ايوه. اسمع يا عصفور، بشوف بنتي بتشوف اللي بدك اياه، الاخضر الازرق الابيض زي ما انت عايز. ماشي يا سياده العقيد. قلت لك ما هو عقيد. يا عم روح كمل حلاقه راسك دي. احمد يا علي، وانا عايز الواد ده حي ومش عايز اي تهور. روح انت وقواتك، ولو احتجت اي مساعدات ابقى بلغني. يلا مع السلامه انت. خير يا حاج؟ علي الوزير؟ يا باشا حضرتك وعدتني بسلامه خالد صاحبي. خلاص ما تخاف، انا وعدتك. السلام عليكم. عليكم السلام. عصفور يا باشا. تعالى اركب معايا قدام. حاضر يا باشا. اللي اقول يا سالم، مفيش ولا عربيه عدت من هنا؟ لا والله ما في ولا عربيه عدت من هنا. انا كل خوفي بس ان عصفور يكون وصل لهم قبلنا. اطمن ان شاء الله هنوصل قبلين. اطمن ازاي بس يا امينه؟ اطمن ازاي؟ ده انا دفعت فلوس سفري كلها علشان افك رهنيه القهوه، وبرضه رايح يبيع صاحبه. مفيش فايده، الندل طول عمره هيفضل ندل. ايوه هنا. لا يا محمد بيه انا تهت. افتكر كويس عصفور. لا يا بيه انا تهت، وانا لما بتوه بعرف. يعني ايه؟ انت مش قلت انك عارف المكان من الاول؟ ايوه يا باشا بس انا تهت دلوقتي. عصفور روح كلم. الدولارات جاهزه. دولارات ايه يا بيه؟ انا تايه ومش عارف الطريق. مش عارف الطريق؟ بص يا احمد بيه، احنا نبدا تاني من اول الطريق وهفتكر. قدامي. موجز لأهم الأنباء. بعث السيد الرئيس محمد حسني مبارك ببرقية تهنئة نيابة عن الشعب المصري بمناسبة تحرير جنوب لبنان. وما زالت أنباء اختفاء ابنة الوزير العربي والاقتصادي المعروف عبود العيسى من قبل بعض الإرهابيين تلقي بظلال قاتمة على مؤتمر السوق العربية المشتركة المقام حاليا بشرم الشيخ. يا نهار اسود، ومن الأخبار يعني انا بقيت ارهابي وخاطفك كمان؟ اخر حاجه كنت افكر فيها. احنا لازم ننزل دلوقتي. خلينا نفكر الاول. نفكر في ايه؟ انت مش عارفه المصيبه اللي هتحصل واللي ممكن تكون حصلت فعلا لابويا وامي واخواتي واحتمال اصحابي. بس احنا علشان نعرف نحل مشكلتنا ازاي. ما تقوليش المشكله مشكلتي لوحدي، انت كبيرك ايه يعني؟ هترجع لابوكي ياخدك في حضنه وانا اسفه يا بابا ترجعوا بلدكم، لكن انا اللي هتوحل في المصيبه دي، واهلي عمرهم ما هيسامحوني على اللي هيحصل لهم ابدا. انا اللي غبي وحمار كمان. كان لازم اعرف ان الفرق كبير.
مش انت اللي قلت لي فيكي نفس تمشي؟ ساعة، ساعتين، اديني مشيت معاك. تيجي انت من اول ساعة تقف؟ خلاص نفسك خلص. طبعا دي عايش حياته وحاطط ايده في ميه بارده واحنا بناكل على قفانا هناك. منعك. ايوه زفت. اسمعني يا بني ادم. وليك عين تتكلم كمان. نعم. والله العظيم ما اعرف حاجه عن الموضوع ده غير دلوقتي. كفايه بقى كفايه، احنا فين ولا فين؟ مش كفايه اللي احنا فيه. صبر يا جماعة، دي غلطتي انا. غلطتك ولا غلطته مش مهم، المهم ان احنا اتعكينا فيها وشلناها. خلاص هنرجع دلوقتي. قبل ما ترجعوا لازم توضحوا للناس والرأي العام عشان يتعاطفوا معاكم. انا هبعت جواب اكتب فيه قصتي انا وخالد. يا سلام، وهيعرفوا ازاي ان انت اللي كتبت الجواب؟ الخاتم ده بابا عارفه كويس، كان لي ماما. هبعته مع الجواب. فكره هايله، يلا بقى نكتبها في العربيه. خالد حقك عليا، ما تزعلش. انت بجد بتحبها؟ ليه؟ تفرق ايه عن غيرها؟ ما انت عرفت كتير. تفرق اني بحبها بجد يا منعم. بحبها بجد يا منعم؟ بالحق كنت عايز اقول لك على حاجه. عصفور. ايه؟ بعني؟ مش مهم مش مهم، المهم دلوقتي انك تعمل حسابك، ممكن يطبوا عليك في اي لحظه. ما تخافش على اخوك. ايوه من هنا. استنى استنى عندك. لا مش من هنا. يعني ايه؟ دي خامس مرة تجيبنا هنا. بص يا بيه، احنا نبدا من اول شرم الشيخ، بس نركز شويه. قدامي اهدى بس يا احمد، قدامي اركب. أنا رباب عبود العيسى، شابة عربية، أعلن للعالم أجمع أني لم أختطف، بل ذهبت بإرادتي مع من أحب ولن أحب سواه. خالد، يا خالد، ليشهد كل العالم أنك أنت حبيبي، وأنك لست بإرهابي ولا مختطف. سلسلة المحبين تكتمل. قيس وليلى، رومي وجولييت، ديانا ودودي، وأخيرا خالد ورباب. رومي وجولييت في شرم الشيخ. خالد، أعلن أنك فارس عمري ورجلي وحلمي الوحيد. أليس من حقنا أن نحلم؟ أليس من حق هذا الجيل أن يقرر ما يريد؟ أن يختار من يحب دون وصاية من أحد؟ أبي، أرجوك اتركنا كي نحب، اتركنا كي نعيش. يا خالد، ليكن الحب زادنا عند السفر، ماؤنا عند العطش، فلن يقدر على حبنا أحد. أحبك، أحبك حتى الموت. رباب. يا وليد، عصفور فين؟ لسه رايح المطار. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. فين عصفور يا ابني؟ لسه ماشي. طب وانت عايز عصفور في ايه؟ كان باعت معايا فلوس عشان اخته تعمل عمليه، العمليه اتعملت والحمد لله وكله تمام. يبلغوا لو سمحت. حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عمليه؟ بقول لك ايه، تعالى نروح للمطار. يلا. والنبي تعالى خدني معاك المطار. حسب صباعي يلا. يلا. اهو. ايه اخبارك ايه؟ على فكره عرفت كل حاجه. انا بس خفت تكون حركه ندالة من حركاتك اللي احنا عارفينها. ايه يا عصفور؟ معقول اختك تعمل عمليه وما تقولناش؟ واحنا معقول نتاخر عنك يا اخي؟ منعم دفع فلوس القهوه واخد العقد كمان. طب والسفر؟ اجل. قول لي بقى،
مالك كده يعني واقف قلقان كده بتلفت حواليك؟ طب استني حاجه. جاي اشتري طياره. I'm Margaret. Are you sure? Of course I'm sure. Where is Asfor? عصفور اهو. حد عايز حاجه من رفح؟ استنى هنا. هاي مارجريت، ويلكم تو شرم الشيخ. This is عصفور. Asfor? Yeah. Asfor? Yes. يا جماعه مش هي دي بقت عمتها. استنى عصفور، خطيبتك. This way. Welcome. في الجلسة الختامية لمؤتمر السوق العربية المشتركة أقترح أن تشكل لجنة لتحديد مكان المؤتمر القادم رقم 294. فليكن هذا المؤتمر في بلدنا. ولماذا لا يكون في بلدنا نحن؟ وهل تستأثرون بكل شيء؟ نحن أولى. بل نحن أولى. نحن أولى. نحن أولى. نحن لا بل نحن أرجوكم أولى. الهدوء. وهل من المعقول يا سادة أن نقيم مؤتمرا عربيا من أجل الوحدة العربية في بلد تتعاون مع العدو؟ أنتم الذين تعاونتم معه في الخفاء. في الخبايا أفضل من العلن. أنتم الذين تعاونتم. بل أنتم الذي تعاونتم. أنتم الذي تعاونتم. أنتم الذي تعاونتم. بل أنت. بل أنت. أنتم وأنتم إرهابيون وعملاء. بسم الله. وفي نهاية المؤتمر الناجح لابد أن نتذكر أننا أمة الحضارة والمجد التليد، أمجادنا مفخرة التاريخ، ويل لمن يتحدانا. نقهر الأعداء وننبذ الخلافات، وسنظل يدا واحدة حانية مؤثرة قوية مسيطرة، لا خلافات جوهرية بيننا. أمة تجتمع مثل اجتماعنا هذا لن تنهزم أبدا. لا خطب بعد اليوم، بل سنعمل على تشكيل لجنة عليا تنبثق عنها لجان أصغر لترسيخ أسس ومبادئ لخطط فعالة من أجل سوق عربية مشتركة، أمة واحدة ووطن عربي واحد. معالي الوزير، ما هي الخطة الزمنية لبدء فعاليات السوق العربية المشتركة؟ في الحقيقة الوضع مستقر الآن، وسنبدأ بالقريب العاجل بإذن الله. يا سيادة الوزير.
العربيه فين؟ العربيه يا استاذ كابتن. احمد عليه وانا مش عايز اي تهور، فاهم؟ مش حد يتحرك الا باذن شخصي مني انا، وخصوصا ان انت بالذات. امرك يا فندم. عايزين نبقى هاديين عشان نفكر بهدوء. وبعدين انا عايزك تنشر رجالتك بحيث الولد ده ما ياخدش باله من اي حاجه. امر سيادتك يا فندم. محدش يقرب يا باشا، خطوه كمان وهفرتكها قدام عينيكم. انزل. اهدى يا ابني، اهدى ما تضيعش نفسك، ده انت غلبان. قول لرجالتك ابعدوا يا باشا، ها؟ ابعدوا ابعدوا خالص، انا مش مسؤول على اللي هيحصل. اوكي ارجعوا. اعتبرني اخوك الكبير. اللي انت بتعمله ده يا ابني غلط، غلط في حقك وفي حق السياحه في بلدك. هو انت مش بتحب بلدك؟ انا ما غلطتش، انا حبيت. والحب هيضر البلد في ايه يعني؟ واللي بيحب برضه يموت حبيبته. يا ابني انت اهلك ناس طيبين، كل اللي انت عايزه هيتعمل بس بالراحه. ما تنطق يا ابني، عاوز ايه؟ ماشي يا باشا، هنطق. انا عايز مأذون. نعم يا اخويا. ولو ما جاش المأذون في ظرف 10 دقايق هضرب نفسي بالنار. ها؟ هاتوا له مأذون بسرعه. حاضر يا فندم. وسوف نبدأ في القريب العاجل بإذن الله. رباب وخالد في الريسبشن. الأمر لا يحتمل التأجيل ولا التأخير ولا المماطلة ولا الوساطة. خالد ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اتجننت. ولا خطوه، كفايه بقى البهدله اللي اتبهدلتوها بسببي. انت لازم توقف الجنان اللي بتعمله ده دلوقتي حالا، لو مش علشان خاطرنا يبقى عشان خاطر ابوك وامك واخواتك. اوعى يا ابني، اوعى يا استاذ، انت يا استاذ لو سمحت. معالي الوزير انا عايزك تطمن خالص، احنا مسيطرين على الموقف. واضح يا سياده اللواء، واضح. انا اللي راح اتصرف. معالي الوزير بلاش تهور، ها؟ اهو. شو اللي عم يحصل؟ لا واضح بانك مسيطر على الموقف. يا معالي الوزير اللي بيحصل ده بنتك مشتركه فيه. انا بنتي ما لها علاقه، بنتي مخطوفه مثل ما انكم شايفين. ما تخاف يا رباب، كلها ساعه نوصل لبلدنا. انا بلدي هون مع خالد. سمعت؟ بلدها هون معايا. لا بقى، هي مؤامره ما في كلام. قله ادب يا باشا. بعد اذنك لو سمحت. مأذون يا فندم. متاكد يا ابني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المأذون يا خالد. يا سياده اللواء احنا فينا من كده؟ وفي مأذون كاجوال؟ طب اعمل لك ايه؟ مش مأذون شرم. شو اللي عم يحصل؟ انتوا حتجوزوا بنتي غصبا عني؟ يا جماعه جواز بالاكراه لا يجوز. اهدى بس يا معالي الوزير، شوف شغلك انت يا مولانا، شوف شغلك يلا. اسمك ايه؟ اكتب يا كابتن. خالد محمود الزيات، الشهير بخالد المصري، بطاقة شخصية 66087 سجل مدني الساحل. قولي ورايا. زوجتك نفسي. زوجتك نفسي. Asfo, what are they saying? وانت قبلت الزواج منك على الصداق المسمى بيننا. قبلت الزواج منك على الصداق المسمى بيننا. جود لك يا جماعه. أمينة تتجوزيني؟
في خجل. خدوه على البوكس. سيادة الوزير، سيادة الوزير، سيادة الوزير، سيادة الوزير، ايه تعليق سيادتك على الوضع الراهن؟ سيادة الوزير، الحمد لله على سلامتك. انا لي تصرف تاني لما بوصل لبلدي. كله تمام يا معالي الوزير. ايوه يا حاجه. انا عايز الباشا. يا باشا ما تعمل حاجه يا باشا. عايز نعمل ايه؟ ده اقتحم المؤتمر بمسدس، هو صحيح في شنك بس مسدس، وبعدين خطف لا ما خطفش يا باشا، ده كل حاجه بارادتها وبمزاجها. فندم. حاضر يا باشا. معالي الوزير، شوفي الهانة ما تقدرش تطلع بره مصر الا باذن جوزها. نعم. شو عم تقول انت؟ لما كانت بنتك عملنا المستحيل عشان نجيبها لك، لكن دلوقتي هي زوجة لمواطن مصري وما تقدرش تخرج بره مصر الا باذنه. شو جنيتوا انتوا؟ هيدي بنتي. بعد اذن سيادتك معالي الوزير. نزلوه. تعالى. خالد، انت موافق ان مراتك تسافر؟ طبعا لا. بابا بعد إذنك أنا حفضل مع جوزي. يا بابا اذا احتجتيني فانا موجود. حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير، شاور حقول حاضر حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير، شاور حقول حاضر بالحب قلبي أسير. الحلم ده حلمنا والحب من حقنا، مين اللي يمنع طير؟ يلا كلنا. الحلم ده حلمنا والحب من حقنا، مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء؟ حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير، شاور حقول حاضر للحب قلبي أسير. تعالى نحلم سوا الله على الأحلام، ده الحب زي الهوى اسكن عينيا ونام. اتحدى بيك الكون قلبي في هواك مجنون، اعشق واحب وكون روحي وقدري انا. الحلم ده حلمنا والحب من حقنا، مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء؟ الحلم ده حلمنا والحب من حقنا، مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء؟ حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير، شاور حقول حاضر للحب قلبي أسير. الحلم ده حلمنا والحب من حقنا، مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء؟ الحلم ده حلمنا والحب من حقنا، مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء؟ الحب زي الغنى كل القلوب تهواه، غنيت في حبك انا ونسيت معاك لحظة هواتك فيك
والحب بيقويك واما خدتني عليك قلبي وقال الله الحلم ده حلمنا والحب من حقنا مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء الحلم ده حلمنا والحب من حقنا مين